السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد هالفترة اللي غبتها اللي سببها المرض، حبيت أحكي عن المرض وكيف تأثيره علينا. كنا دائما نسمع من أهل أول مقولة البني آدم شو ضعيف شوكة بتبركه. إيه والله كلام صدق. بتذكر وقت كان عمري 14 سنة فاتت نسرة إجاز برجلي وما حسيت فيها على قد ما كانت صغيرة. هيك لفترة بنام فيق ما بقدر ادعس عليها وبلاقيها ورمانة قد الطبلة ولونها عزراء. رحت فورا على الدكتور وقال لي هي فايت برجلك شي وموصل للدم لحتى ملتهبة، خدي هذا العلاج يلي رح يساعد انه تفتح رجلك ويطلع هالشي اللي فايت منها. وبالفعل تفتح رجلي طبقات حتى بين العظم منها. وقال لي الدكتور راقبيها، كل ما غيرتي عن المكان المصاب، كل ما غيرتي على رجلك راقبي شو بيطلع منه جسم غريب، متى ما طلع ان شاء الله بترجع بتلقم وبتسكر لحالها. سبحان الله. وقت طلعت نسرة الإجاز من رجلي، إذا بتتذكروا كانوا يعطوا المرهم الأسود لهيك حالات لأنه بتسحب الالتهاب من الرجل والعمل والقيء. وقت شفت نسرة الإجاز يلي أكيد لو ما كان لون المرهم أسود كنت مستحيل شوفها، لأنه كانت يا دوب لمعة بسيطة، ولأنه المرهم لونه أسود بينت. وقت شفت نسرة الإجاز صرت أحكي بذهول وإلا لماما وتيتي تعوا شوفوا هلأ هي اللي خلتني أقعد بالفرشة 15 يوم. مو بس رجلي يلي ما عم بقدر، المصابة اللي ما عم بقدر ادعس عليها لأنه فاتحة للعظم، كل جسمي كان تعبان، كل جسمي انهد حيله من نسرة إجاز يا دوب نقدر نشوفها. قامت ردت علي تيتي وقالت لي ليش مو دائما منقول شوكة بتبرك بني آدم؟ ايه والله البني آدم شو ضعيف. سبحانك ربي، قديش انت رحيم فينا، قديش بتمتحنا وبتنجينا. وقت مرضت هلأ مرضي ما كان عادي، كان تعب قوي لدرجة صرت أحمل رجلي بإيدي لأقدر بس ضبط قعدتي. طبعا الدكاترة ما بتحكي شو سبب هالتعب حتى تطلع نتيجة التحاليل. وقت أصريت على الدكتور إني أعرف شو سبب لهالدرجة ما عم بقدر أتحرك، جاوبني وقال لي يعني إذا معك سرطان رح أعرف أنا بدون نتيجة الفحوصات والتحاليل، بدنا ننتظر هال10 أيام لحتى تطلع وبعدين منشوف شو السبب. وكأنه كلمته إجت دواء. إيه والله دواء إلي، خلتني أعيش على أمل إنه عن قريب رح أخلص من هالحياة، من هالعيشة بهالدنيا يلي ما عم نشوف منها غير القساوة وانعدام الإنسانية والصفات البشرية. هالشي الحلو التاني اللي عشته بهالكلمة اللي قالها الدكتور، إني تقبلت فكرة الموت بسعادة. كنت والله عم ابتسم وأنا عم فكر بالموت. صحيح مقصرة كتير كتير وناقصني كتير كتير للقاء الله عز وجل، بس دائما عندي طمع برحمة الله، ودائما عندي حسن ظن بالله بحسن الختام. كان كل همي بهالفترة إني بس ما أتألم، لأنه ما عندي قدرة للوجع، ما عندي قدرة لأتحمل الألم، عقد جسمي مو تعبان. كان كل همي موت بسلام بدون تعب بدون وجع. هالتجربة اللي عشتها خلتني أعرف جواب سؤال كنت دائما أتساءل: شو شعور الأشخاص اللي معهم مرض السرطان؟ كيف عم يقدروا يتعايشوا مع فكرة الموت يلي ممكن يباغتهم بأي لحظة؟ طبعا أكيد بنعرف إنه العمر واحد والموت قدر ما إله علاقة بمرض ولا عمر، بس الفرق إنه معروف هذا مرض الموت.
كيف المرضى عم يقدروا يتحملوا هالفكرة؟ هيك دائما كنت أسأل حالي لحتى عشت هالشعور هالفترة القصيرة. حسيت تقبلي للفكرة مثير للدهشة، لدهشتي إلي أنا مع حالي. حسيت بالصبر والسكينة يلي رب العالمين حطهم بقلبي وأنزلهم على صدري. والله عشت بثبات أدهشني وأذهل عقلي. هون عرفت جواب سؤالي بأنه رب العالمين بيقدر على عباده شيء، وبيوضع معها القدر الصبر والسكينة. أي مصاب، مرض، وفاة، خسارات، أي مصيبة بأنزل الله معها الثبات والطمأنينة، وهذا من فطرة الله لتستمر الحياة. وإلا كان كل ما مات غالي علينا كنا لحقناه من الحزن والفقد، وكل مريض كنا مرضنا وقعدنا جنبه من زعلنا عليه. بس رب العالمين بالعكس بيعطينا القوة لنعيش بعد موت أهلنا، بيعطينا القوة لنعين مريضنا ونوقف معه. سبحانك ربي، قدرتك وحكمتك لتستمر الحياة فاقد كل تصور. كل شيء مقدره علينا رب العالمين هو الخير بحد ذاته. حتى هالتجربة البسيطة اللي عشتها مرقت بخير وسلام الحمد لله، لأنه كل الفحوصات والتحاليل سليمة. هالتجربة كانت لعيش مشاعر وأفكار كان لازم جربها أكيد لخير، بس وحده الله بيعلم شو الخير بهالتجربة. بالنهاية بقول يا رب تشفي وتعافي كل مرضى مسلمين يا رب. لا تورجينا مقدار ذرة بأس ولا سوء ولا شر بأحبابنا غوالينا ولا حتى بأنفسنا، لأنه والله بني آدم ضعيف ما عنده القدرة للاحتمال غير بصبرك وطمأنينتك وسكينتك وثباتك اللي بتأنزله على العبد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.